على قد لحافك مد رجليك، كل برغوت على قد دمه، عيش عيشة أهلك. كل دي كلام أنا بحطه جوه عقلي اللاواعي، وللأسف إن أنا بصدقه، وللأسف أنا معرفش إن دي حاجة اسمها برمجة سلبية ببرمج بيها عقلي علشان يبدأ يقول حاجات أنا بس اللي أصدق فيها. طيب البرمجة السلبية دي هي أخطر حاجة ممكن تواجهك في حياتك، إنك أنت تقعد تحط جوه دماغك حاجات وتقعد تقنع نفسك بحاجات هي في ارض الواقع مش حقيقه. يعني ايه على قد لحافك مد رجليك؟ يا عم انا طويل، عايز لحاف طويل، تمام؟ مش محتاج ان انا ابقى على قد لحافي مد رجليك. كل برغوت على قد دمه. انت بتقارني ببرغوت؟ انا مش برغوت، انا بني ادم. فليه بتقارني ببرغوت؟ وليه تقول لي كل برغوت على قد دمه مع ان انا مش برغوت؟ تمام؟ عيش عيشه اهلك يا عم. انا عايز احسن عيشه اهلي، عايز ابقى رايح بعيشه اهلي في حته احسن. بلاش نسمع للبرمجه السلبيه. حط جوه دماغك ان انت نفسك محتاج تغير الكلام اللي بيدخل جوه عقلك. يعني بدل على قد لحافك مد رجليك، يا عم انا عايز لحاف طويل، انا راجل احلامي كبيره، انا راجل طموحاتي كتيره، ليه ما حققهاش؟ ليه ما وصلهاش؟ ما في ناس كده كده وصلت لها، فانا هقدر. انا مش برغوت، ما تقارنيش ببرغوت. انا بني ادم، بني ادم ليا روح، ليا جسد، ليا احلام، ليا طموحات. انت مش شجره، انت مش الناس بتحطك في مكان فتفضل في المكان ده. لا، قوم وتغير، قوم وحقق حلمك. كفايه برمجه سلبيه، كفايه حاجات بتعطلك. قوم واتحرك، قوم اوصل للي انت عايزه، علشان هو ده الهدف الحقيقي اللي انت عايش علشانه. انت عايش عشان يبقى عندك هدف، مش عايش علشان يبقى جوه دماغك برمجه سلبيه. ما ينفعش. فكر في اللي انت عايزه، حط جوه دماغك الحاجات اللي انت عاوزها، ما تحطش الحاجات اللي انت مش عاوزها. وخد بالك من نقطة، ان كلمة بس بتلغي ما قبلها. يعني انت، انا عايز حاجة، عايز اعمل حاجة بس مش هقدر. الغي بقى اللي انت عايز تعمله وركز على ان انت مش هتقدر. ابدأ بالتولز، ابدأ بالادوات اللي معاك، وقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله. توكل على الله في تحقيق حلمك، توكل على الله في تحقيق هدفك، توكل على الله في تحقيق ذاتك. انت تقدر.